هاي يا أصحابي، جايبة لكم النهارده وصفة تبان إن هي صعبة بس هي في منتهى السهولة. كل اللي إحنا هنحتاجه إن أنتم تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وهندخل نشوف الوصفة. البشاميل اللي كنت عملته معاكم في مرة هاسيب لكم اللينك بتاعه فوق وندخل بقى نشوف الوصفة بتاعتنا. هنحتاج لحمة نكون معصجينها وعاملينها بالصلصة، وهتحط لها الملح والفلفل والبصل، وهنبدأ إن إحنا نقطع نص فلفل أحمر ونص فلفل أصفر، ولو حابين إن أنتم تحطوا معاها أي إضافات تانية براحتكم. وبعدين هنا قطعتها مربعات حطيتها مع اللحمة المفرومة، وهبدأ بقى ان انا اجيب الرقاق بتاعي، او ممكن تجيبوا الرقاق ده من عند السوريين برضو بيبيعوه، اللي هو احنا بنستخدمه في السندوتشات بتاعتنا. وهبدأ بقى ان انا ارص اللحمة كده، وبعدين هبدأ ان انا الف الرقاق بتاعي بحيث ان انا اعمله زي رولز كده. ومفيش ده يعني مفيش مشكلة ان احنا نحط لها شوية موتزاريلا كده وندلعها من جوه. وبعد كده هبدأ بقى ان انا الفها، وبعدين همسكها من الجناب عشان ما تفكش مني. وبس اول ما انا الفها كده هبدأ ان انا اجيب الصينية بتاعتي، هنزل بالصينية اللي انا هحط فيها شوية زيت كده علشان ما تلزقش مني. وهوريكوا دلوقتي وانا بدهنها، بس هي رشة بسيطة قوي من الزيت. وهبدأ بقى ان انا هوزع الزيت ده. لو حابين ممكن تحطوا من تحت البشاميل، بس انا حسيت انها عشان تبقى يعني اخف وكده، وفي نفس الوقت ما تلزقش نحط لها زيت. بعد كده حطيت بقى الرولز بتاعتي، هبدأ ان انا اضيفها كده واحدة واحدة مع بعض. انا الصينية بتاعتي هنا احتاجت بس 3 لان هي برضو عريضة، فانا كل اللي حطيته حطيت ال3 كده جنب بعض. ودي وصفة من وصفات البشاميل، واكيد ما يعني جايه لكم في كام وصفه بشاميل حاجه كده خطيره. هنا بقى عملت البشاميل زي ما قلت لكم، انا عملته معاكم في وصفه قبل كده، فهتلاقوا اللينك سايبه لكم فوق في الفيديو. هنزل بيه، لازم يكون القوام بتاعه زي ما انتم شايفين كده يكون سايب علشان تبقى جوسي كده وتبقى جميله. هنا كده شكلها بعد ما حطيت البشاميل. هابدأ بقى إن أنا أدخّلها على فرن درجة حرارته 180 لمدة نُص ساعة. لمّا تطلع بقى أحط لها الموتزاريلا، واسمعوا معايا كده صوت البقللة بتاعتها بجد حاجة كده خطيرة. هنا بقى كده حطيتها على الشواية علشان تاخد معايا الشكل الأخير للموتزاريلا. وهنا كده شكلها وهي بتبقلل كده بعد ما طلعت من الفرن، وشكلها بجد خطير، والأحلى بقى إن طعمها super tasty. هنا بقى ده كده كان شكلها بعد ما بردت شوية. وبعدين هابدأ بقى إن أنا أقطّعها لslices كده، وكل واحد هياخد slice. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لو عجبتكم الوصفة، وهاحط لكم الأيام اللي جاية كام وصفة برضه للبشاميل علشان نبقى عملنا series كاملة كده للبشاميل. ده كده شكلها وهي طالعة، وعملت لكم slow motion عشان تعيشوا معايا بجد. أشوفكم في وصفة تانية، وباي.